ومساء الخير صحابي وصحباتي وكل اللي معاكم، وحشتوني جدا جدا جدا. وعايزه اقول لكم كل يوم عن التاني والله بتوحشوني جدا. انا اسفه بجد على على بشاعه المنظر اللي انتوا شايفينه. انا عارفه اصعب منظر ممكن تشوفه اي واحده ست الصبح اول ما تصحى المنظر اللي انا بوريه لكم ده. اه والله العظيم، انام من هنا والعيال تبعت تجيب بيبس ولب وشوكولاتات وحاجات واندومي اندومي والله يا جماعه اندومي. ويفرشوا الملاية طبعا، الفرشين الملاية دي. بص الريموت، شايفين المنظر؟ الفرشين الملاية عشان خاطر مفيش حاجة تقع في الارض. طب انا هوريكم يا جماعة، بصوا هوريكم المنظر. بصوا ويرموا ازاي، جايبين جاتوه ورامين الاكياس والحلل، عاملين شعرية بلبن وحاطينها ازاي. قسما بالله يا جماعة حرفيا المنظر يسد نفس اي واحدة. شايفين؟ والشاي، رغم ان قسما بالله انا نايمة ما كان في اي حاجة. انا ما كانش فيه بس عشان لاجل الحلفان الا طبقين بس. ابص اندومي وحاطين الكنكه في قلب الحله، والبوتاجاز منظره عامل ازاي. لا 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 لا، صعب 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 صعب، حرام والله العظيم يا جماعه. انا عايزه صحه فوق الصحه اللي راحت والله يا جماعه، مش عارفه اعمل ايه. هبتدي ازاي اليوم دوت وبيض؟ انا مش عارفه. أنا مش العيال دول بيعملوا اكل وبينزلوا يبيعوه في الشارع ولا بيعملوا ايه؟ وغير بواقي الاكل اللي في التلاجة بقى، بيعملوا الاكل ويرموا في التلاجة. شايفين اندومي وشعريه بلبن والله العظيم. او ما اعرفش الكوبايات دي، يعني كوبايه كانوا شاربين فيها تقريبا كوبايه ميه وكسلوا ان هم يشطفوها كده ويحطوها. مفيش كوبايه واحده نضيفه، كوبايه واحده نضيفه مفيش. وموقعين سكر على قلب الغساله. يعني انتوا متخيلين ان انا بقوله؟ لله الامر من قبل ومن بعد. بصوا بقى جنب السرير اللي كانوا نايمين عليه، شايفين قشر اللب وكوبايتين شاي. هو ده البيت اللي بيبقى فيه شباب يا جماعه حرفيا. قسما بالله اي واحده مخلفه شباب، صبيان، هو ده بيبقى المنظر. بص ازازه البيبس. عايزه صحه صح؟ اه والله العظيم. اجيب منين صحه؟ شايفين قشر اللب في الارض والغطا البيبس وبيبس الكوبايات في كل حته، حرفيا الكوبايات في كل حته. فكان لازم كده استعيذ بالله من الشيطان الرجيم واخش بقى ايه على المغاره، مغاره علي بابا اللي هما سايبينها لي دي. دخلت والله يا جماعه، صليت ركعتين ربنا كده ان يقويني والله ويديني الصحه وحياه ربنا والمصحف الشريف يا جماعه يديني الصحه على المنظر اللي انا شايفاه ده. وحطيت بقى الصابون السائل. على فكره الصابون السائل اللي انا بجيبه ده حلو جدا جدا، من ست انا بتعامل معاها بقى لي فتره، بس بجد تحفه تحفه، عامل زي الفيري بالظبط. انا كنت الاول بجيب فيري او بريل، بس يعني هو برضو موفر، يعني مش هقدر اقول ان هو مش موفر، بس بجد توفير اكتر. والله العظيم حلوة جدا جدا جدا. ودخلت بقى طبعا عشان خاطر ابتدي اعمل اكل وابتدي اكمل يومي. اول حاجة بتنشطني وتخليني يعني قادرة اكمل يومي هو ان انا اخش المطبخ يا جماعة. والله العظيم بينشطني شوية، المطبخ بينشطني، لكن اي حاجة تانية ما اقدرش اسيب المطبخ وابتدي اعمل اكل. ما يجيليش نفس اعمل اكل بالمنظر ده الا لما اخلص المواعين والاقي المطبخ نضيف كده حواليا وكله تمام وريلاكس. اول حاجه طبعا لميت له الزباله، قلت له انزل ارميها، ده غير الزباله اللي لسه هطلعها يعني. دخلت بقى على المطبخ، بس نفسي مسدوده يا جماعه، مش عارفه ابتدي منين. قلت والله يا بنت ايه، لا عماله ادور على القهوه ما لقيتش قهوه، لقيتهم مخلصين لي القهوه. مش عارفه العيال دي بتحضر الماجستير والدكتوراه تقريبا من وراي، تقريبا كده والله اعلم. ان العيال دي هتطلع حاجه عبقره، بيشربوا طول الليل
قهوة ونسكافيه ويوماتي بيخلصوها، مش عارفة يعني. عملت لي قلت اعمل لي كده كوباية كافي ميكس، لقيت كافي ميكس، قلت اعمله عشان ابتدي بقى ايه، انتعش. وعمالة افكر بقى طبعا طول ما انا في المدعكة الجميلة بتاعتي دي، يا ترى يا حبيبي ترن، يا هل ترى يا حبيبي ترن، يا ترى يا هل ترى هعمل اكل ايه النهارده. طبعا مع التعب ده ما تقوليش بقى ان انا هعمل محشي يعني لا سمح الله، ولا مكرونه بشاميل يعني ما شاء الله. لا 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 لا. لازم حاجه في السريع وبسرعه كده عشان خاطر ايه، اليوم نكمل بقيه اليوم ويبقى اليوم ان شاء الله جميل. طيب يا ترى يا هل ترى، عماله افكر واقول يا رب يا رب يا رب اعمل ايه. ما لقيتش اسهل من ان انا اعمل شويه مكرونه سباكيتي بنحبها بالصلصه طبعا، وجنبيها هعمل لكم طريقه كفته جميله جدا 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 جدا. خليكم معايا وهتشوفوا الطريقه معايا، وهتشوفوا الاكل هيطلع ازاي وهعمله ازاي، وتقولوا لي رايكم ايه يا جماعه. بس بامانه يعني، بامانه ما تكدبوش عليا، والنبي يا اختي ما تكدبي عليا، والنبي يا اختي ما تكدبي عليا. خلاص اتفقنا. والله يقول لي هيكدب عليا هزعل منه. عايزه رايكم بكل صراحه. طب وحياة النبي يا اختي، يا عسل يا سكر يا امارات يا اللي بتسمعوني، عايزه لايك بقى حلو كده، وتعليق جميل كده، وبقى عايزاكم بقى تشهيصوا لي القناه بتاعتي بقى. نفسي بص بقى، نفسي تكبر كده يعني، مش قادره اقول لكم يعني. سم الله عليه، سم الله سم الله سم الله سم الله. طبعا يا جماعه انا لسه ما جبتش مطبقيه، ان شاء الله هجيبها بكره. بكره هتكون عندي. اوكي. طيب فبغسل بقى ايه الصينيه دي، بحط فيها المواعين بتتصفى. والمطبخ طبعا يا جماعه زي ما انا قلت لكم، المطبخ بقاله 20 سنه عندي. انا متجوزه بقالي 19 سنه، عشان بس اللي واحده تقول لي 20 سنه انت متجوزه بقالك 20. لا يا اختي متجوزه بقالي 19 سنه. فالمطبخ كنا زمان مفيش الالموتين والكلام ده ما كانش منتشر يعني، بس جبت حاليا، يعني حاليا انا بعمل واحد الموتين. وعقبال ما يجي ان شاء الله في السلامه كده وربنا يمتعه بالسلامه ويشرف عندي، فبقوم رايحه عامله ايه، عامله الصينيه دي وحط عليها بقيه المواعين. طبعا الماء السخنه بقيه الكافي ميكس انا حطيتها على الحاجات اللي هي ايه، في كمان حلتين تحت الحوض اهو، انا نقعتهم عشان خاطر ايه، اعرف اغسلهم بس بسيبهم للاخر خالص 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 خالص. عملت لي الكوفي ميكس، اه والله العظيم كوفي ميكس تمام تمام، يعني حاجة مزمزمة على الآخر. وركنته بقى بعيد كده عن المدعكة دي، وقلت يلا بقى يا بنتي شدي حيلك، سم الله سم الله. وهبتدي بقى اخلص حاجة حاجة كده واكفيها على الصينية عشان خاطر تتصفى، ونخش جولة جديدة. طب واحدة هتقولي يا بت، الروتين بتاعك النهاردة ده عبارة عن ايه؟ هقولك يا اختي عملت كل حاجة، روتين من اول اليوم لاخره، عشان تعرفوا الستات مظلومة والله قد ايه، وحياة ربنا مظلومين. من ساعة ما صحيت يا جماعة لحد ما قبل ما انام، اقسم بالله الروتين ده يوم بحاله. الست بتفضل قاعدة يوم بحاله في المطبخ، وانام انا هوريكم المطبخ. بصوا انا قبل ما انام هتشوفوا، هتشوفوا المنظر هيبقى عامل ازاي، وهصحى يا جماعة بيبقى عامل ازاي. يعني انا مش عارفة لو انا العيال دي متسلطة عليا يعني هبقى الحال احسن من كده. بس يلا الحمد لله الحمد لله. المواعين طبعا عمالة بغسل الكوبايات الاول عشان خاطر طبعا السلكة ما تتزفرش بقية المواعين، طبعا لازم اغسل الاول الكوبايات واكفيهم يتصفوا يتصفوا يتصفوا. الفرن يا جماعه الكهربائي دوت اللي انا حطاه قدامكم ماشي. انا عايزه ايه اجيب له اعمل له نظام كده احلى من ده، فاللي عندها نظام حلو يا جماعه بالله عليكم تقولي،
والحوض ده ان شاء الله بمشيئة ربنا الفيديو اللي جاي هحاول اقفله بستاره، هعمل له ستاره مخصوصه ليه وهقفلها له. وفوق الحوض ده هوريها لكم هتشوفوها كمان شويه. في شباك عايزه اقفله نفس الستاره اللي هتبقى بتاعه الحوض دي اول فكره انا عايزه اعملها. والفرن ده عايزه اجيب له مفارش حلوه كده، واحط فيه مثلا ايه زهريه، حاجه حلوه. يعني اللي عنده افكار يا جماعه والنبي يقول لي، عشان مش بتحضر في دماغي. يعني ايه، من كتر الروتين بتاعي كل يوم كل يوم كل يوم مش مش لاقيه وقت ان انا اعمل المطبخ بتاعي بصراحه. يعني بصراحه مفيش وقت. يعني انا الوقت طول اليوم بفضل واقفه كده زي ما انتوا شايفين قسما بالله، من من غسيل المواعين لغسيل اللبس بتاع الاولاد. ان كل يوم بغير ملايات، فوط بيقلعوا يغيروا هدوم، وكل يوم بغسل. وللاسف ما عنديش غساله الفوتو اوتوماتيك. المستحب ليا الغساله اللي هي ام روحين دي، بتنضف وحلوه والهلك بتاع الاولاد طول اليوم ما ينفعش ان انا اعمل ايه يعني الغساله التانية دي مش بتنضف بامانه زي طبعا ايه ام روحين. فما عنديش وقت ان انا اقعد افنن في المطبخ. فلو حد عنده طريقه سهله وحلوه ان يقول لي هتعملي ايه، بالله عليكم يا جماعه ادوني افكار كده ايه حلوه، عشان عايزه اداري الانبوبه اللي تحت الانبوبه اللي انتوا شايفينها دي، واداري تحت الحوض. هحط مثلا منظفات، هحط آه يعني اي حاجه ممكن اي حاجه اجيبها احطها. احط كرسي المطبخ، كرسي الحمام، فاهمين؟ يعني يبقى حاجات ايه متداريه والمنظر يبقى حلو. اهو الشباك اهو يا جماعه اللي لسه بقول لكم فيه. الشباك اهو، الشباك ده عايزه اعمل له ستاره هي نفس الستاره اللي هتبقى تحت الحوض، بس بصراحه مش عارفه اعملها ازاي. الستاره عادي هجيبها، الستاير هجيبها وهعملها عند الراجل، ما عنديش مشكله. لكن ان انا اركبها ازاي بامانه ما مش عارفه. في ناس بتقول بمسدس الشمع، وفي ناس بتقول في لزق عند بتاع السيارات بت بتلزقيه بيه، اللي هو بيلزق الحديد. مش عارفة بصراحة، يعني الراجل ده يعني بيضحك علينا ولا هو بجد ولا ايه؟ مش عارفة والله، مش عارفة. طيب والفرن ده عايزة اعمل ايه اشكال قدامه كده حلوة. يعني احط له مفرش، صح، مفرش، واحط له فوقيه حاجات. بس بصراحة انا بستغل دلوقتي المساحة بتاعته، بحط فوقيها كوبايات وحاجات والصفاية وكل حاجة، عشان خاطر انا ما عنديش مطبقية حاليا. لما اجيب مطبقية طبعا هيبقى فاضي، وان شاء الله هجيبها، وان شاء الله بكرة هتشوفوني وانا بحطها وبحط فيها المواعين وحاجات. هجيبها ان شاء الله بكرة. بس النهاردة بتوع المنظفات بتوع الادوات المنزلية بيبقوا قافلين. فان شاء الله ان شاء الله بكرة هكون جايباها، وهجيب شوية حاجات في المطبخ برضو هعمل بيهم روتين. بس حاجات بقى ايه هنبعد بقى عن غسيل المواعين عشان زهقت بصراحة. مش هصور لكم غسيل المواعين تاني، هصور لكم وانا بجيب وبركب ايه شوية ايه حاجات حلوة كده. اجيب كام زهرية على كام على المطبقية يعني، واوريكم ايه شوية حاجات مشتريات انا جايباها، بس بصراحة لسه ما عملتش عليهم فيديو. وعايزة اغير، يعني انا بفكر اغير المطرح بتاع الفرن من هنا. بس هغيره امتى بقى؟ لما اجيب المطبخ طبعا هيبقى عليه رخامة حلوة هتستحمل الفرن ده، وهعمل عليه كل حاجة. فهستغل الحتة دي برضو ان شاء الله في حاجة. طبعا منجي هنا واقف
عمال يزق لي الكاميرا، قلت له يا حبيبي ابعد يا بابا، ابعد يا قلبي، ابعد يا عسول. مش عارفه انا والله العظيم العيال دي، انا مش عارفه بصراحه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الحلل بتاعتي دي على فكره يا جماعه انا من ساعه ما اتجوزت سيبكوا بعمل ايه يقول ايه ما جابتش سيراميك وجرانيت ومش عارفه ايه. لا انا ما جبتش الحاجات دي لان ما كانش على ايامنا من 20 سنه وانا بجهز ما كانش فيه الحاجات دي. ما كانش كل حلل دي حلوه وعايشه وجميله. هي كانت الدهان يعني والله كانت جميله وحياه ربنا وعايشه وحلوه. بس في ناس بقى تقولك مش صحي. طب مش صحي ازاي لما احنا طول عمرنا بناكل ونشرب فيها؟ طول عمرنا بناكل ونشرب فيها. يعني الناس بتوع زمان دول ما ماتوش ليه ولا جرى لهم حاجه ليه؟ مش عارفه انا الدلع الميري اللي ملوش اي لازمه ده. والله اعلم الحقيقه فين برضو، والله اعلم برضو ممكن ما يكونش صحي. ماشي. الغريبه بقى ان انا هوريكم الروتين دلوقتي وانا بغسل، بس محدش يعيب عليا بقى يقول لي عندها غساله قديمه ومش غساله قديمه. لا انا بالنسبه لي الغساله دي احلى من اي غساله. والله العظيم. وبتنضف الحمد لله. لان اللي عنده هلك مش عايز الغسالات التانية. طبعا انتوا شايفين الحاجات اللي بيرموا في الحوض اندومي، والاندومي اللي الولد يعني استغفر الله العظيم يا رب، الولد توفاه الله. والازاز بيرموها في الحوض ليه يا جماعه بالله عليكم؟ ربنا يرحمه يا رب ويصبر اهله. الولد اللي توفى الله كان بيعمل تحدي مع اصحابه على الاندومي الحار الكوري وتوفى. ربنا يرحمه يا رب. يعني انا بعمل اكل والله يا جماعه يعني الحمد لله ما بسيبش البيت من غير اكل. بس العيال برضو مش عارفه ليه طول الوقت عايزين اندومي ده، مش عارفه. بس برجع اقول ايه يعني هو يعتبر شويه مكرونه شويه شوربه. انا مش عارفه الصراحه الحقيقه فين. مش عارفه الحقيقه فين يعني هل هو غلط ولا مش غلط؟ اللي عارف برضو يعني يقول لي يا جماعه في التعليقات. تيجي اخش بقى هما الحمد لله قربت اخلص اهو. يا رب. هو المواعين والله يا جماعه لو خلصت المواعين دي لو خلصت بيبقى خلاص نص اليوم بتاعي خلص. الاكل بقى يهون. واي الغسيل على فكره انا بحب الغسيل جدا جدا. يعني مش من النوع اللي انا بتضايق من الغسيل. انا ممكن اقف طول اليوم اغسل عادي. الغسيل مش بيسبب لي قلق على فكره خالص. حلو ما بالنسبه لي مش صعب يعني. الصينيه دي يا جماعه انا بحبها جدا بعمل فيها على طول مكرونه بشاميل. بس للاسف ما بتخشش في الفرن ده بتخش في الفرن الكبير. بس بتطلع لي المكرونه بشاميل حلوه جدا. بحب اقطعها بقى الخرط المربعه دي بتاعت ستي وستكو زمان. طبعا بص ده بيض فهنقعها شويه عشان هي مش هتطلع دلوقتي. نغسل بس الاول المعلقتين دول وخلاص بقى. مش قادره اقول لكم مدى انبساطي والله العظيم. مبسوطه مبسوطه مبسوطه. تطلع مني اهو وتمام والحمد لله. طلعت اهي ما احتاجتش ان انا انقع ولا حاجه الحمد لله. واحده بقى تطلع دلوقتي تقول لي دي منظرتها صح اقول لك الطاسه دي عزيزه عليا قوي قوي. طب ايه حكايتها بقى يا مزوز؟ هقول لكم حكايتها. اول ما اتجوزت ورحنا هناك المصيف كنا في راس البر. ما كنتش واخده طاسه معايا. طبعا بقى كنتش لسه فاهمه ان انا لازم طاسه ولازم كل حاجه وكده. فما كانش فيه طاسه هناك فجبتها من هناك من قلب راس البر عشان يعني نحمر حاجه نعمل حاجه اكل. بس عزيزه عليا قوي والله. ليها ذكريات كده حلوه. بقالها معايا 18 سنه فبصراحه ذكرياتها حلوه معايا. لا 17 سنه. الحمد لله كده تمام. خلصنا الحوض ونخش بقى على الغسيل.
يعني نص اليوم بقى بصراحة والله خلص. ياه، شايفين المنظر ده؟ مش قادرة اقول لكم. منظر يجنن لما تشوفوا الحوض كده يا جميل. خش على الغسالة، خش على التقيل. نملى الغسالة. على فكرة عندي، بصوا، عندي البرسيل جل. برسيل جل حلو قوي قوي. هبتدي املى الغسالة واحط البرسيل جل بتاعي. والله بينضف والله يا جماعة، بينضفه حلو قوي وريحته تحفة 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 تحفة، حرفيا ريحته جميلة. اغسل بقى الحاجات اللي الاولاد مثلا زلعوها، شوية الملايات، الحاجات اللي هي ايه لقيتهم مش نضاف، بدل ما انا لسه في المطبخ وما طلعتش. طبعا اثناء ما انا بغسل بكنس بقى الارض، بروق الارضيه، بمسح الارضيه، بلم الزباله تاني اللي انتوا كنتوا شايفينها في الاول ده اهو. بس المنظر، الغسيل بيرقص يا جماعه والله، بيرسيل جيل حرفيا بيخلي الغسيل يرقص. جميل جميل جميل. حط بقى الملايات الاول. البنات بقى لازم تتعلم الملايات الاول، ها، بس هتتعلموا ازاي بقى وانت عندك الغساله اللي بتحطي كله مع بعض. حتى يا جماعه الغساله الفوق اوتوماتيك عشان تكونوا عارفين، ماشي، لازم تحطي برضو الاول الملايات لوحدها، غيرات الداخليه مثلا بتاعه جوزك لوحدها، لبس الاولاد، الغوامق، الحاجات دي. لكن دي طبعا بتحطي ده الاول، بعد ما بتخلصي بتحطي الاغمق في الاغمق في الاغمق في الاغمق، ماشي. اتعلمي كده يا عسل انت وهي، خليكوا تطلعوا شطار مش خايبين. وخلوا بالكوا، هقول لكم حاجه بيني وبينكم بقى عشان ايه محدش يسمعنا، ها. الحموات بتعيب اقسم بالله، ده انا كانت حماتي بصوا مش قادره اقول لكم، قرشونه كانت بتعمل فيا عمايل. كانت تيجي بقى، انا طبعا غلبانه، واول لما اتجوزت كنت غلبانه قوي، كنتش بعرف اعمل حاجه بصراحه يا جماعه. يعني اختي بصراحه اللي كانت بتعمل كل حاجه، انا كنت بساعدها على القد كده، لكن بصراحه هي اللي كانت بتعمل كل حاجه، فكنت متدلعه شويه يعني. فكانت القرشانه بقى كانت بتعمل عمايل، كانت تقعد بقى ايه، ما بتعرفش تعمل، ويا ريتها بقى تقول كده قدامي وتسكت، لا، دي كانت في كل حته، في كل حته كانت تفضحني كده والله العظيم. تمشي في الشوارع وتقعد مع كل الناس وتقعد تقول ايه، مرات ابني بقى ما بتعرفش تعمل حاجه، دي مفكره نفسها جايه مش عارفه من ايه وجايه من ايه. المهم ما علينا، يلا الله يسهل لعباده، مش عايزين نتكلم بقى ايه عشان ما تاخدش حسنات على قفينا. طيب ادي انتوا شايفين يا جماعه اهو، انا خلصت غسيل، ماشي، ودخلت على البلكونه. البلكونه كل يوم والله يا جماعه بكنس وبمسحها، عشان خاطر البلكونه دي اللي بتدخل على بقيه البيت. ثانيا الاولاد مقضين يومهم كله يعني جوه البلكونه. كنست اهوت وهمسحها. جايبه انا بقى مسحول الارض كده، بس ريحته حلوه قوي 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 فوق ما يتصور خيالكم. بحط شويه في الميه فيه، بيخلي ريحه كل حاجه حلوه. طبعا العيال عايزه اقول لكم مقضيين اصلا يومهم كله في البلكونه، داخلين خارجين خارجين داخلين. شايفين هندي مش صابر، مش صابر، طول اليوم حاطط لي الترابيزه او يجيب الكرسي وهو واقف. يا ابني يهديك يا ابني، قلت له يا ابني طب خش شويه خش شويه يا حبيب قلبي لحد ما اخلص يا بابا. احلى وقت وقت الغروب، شايفين وقت العصر دوت، لما ايه، لما يبقى الشمس ايه رايحه كده شويه، تحفه تحفه تحفه، وقت جميل. ويا سلام لو تحطي بقى الكرسي في الوقت ده كده، وتقعدي مع نفسك بقى كده في البلكونه وكوبايه القهوه، اوه لا لا مش قادره اقول لكم بجد. يا تتصدقوا بعض. بس فقعدت بقى
خلصت البلكونه اهو زي ما انتوا شايفين. ده انتوا لسه هتشوفوا روتين 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 ما يعلم به الا ربنا. والله العظيم يا جماعه تعبت قوي في الروتين ده، وحياه النبي وحياه النبي لا تعملوا لايك بالله عليكم. كل اللي يشوف الفيديو ده يعمل لايك. بصوا على فكره البلكونه ما طلعتش يعني ما مش ايه يعني نجيفه، مش وسخه قوي. الحمد لله اللهم لك الحمد. على طول كل يوم بالشرشوبه بتنضف على طول، مش بتاخد مني يعني مجهود. مادام ايدينا في الحاجه كل يوم هتبص تلاقيها تمام التمام. والغسيل برضو مادام بتغسلي كل يوم يبقى بتلاقي نفسك الموضوع معاكي سهل جدا يعني. بس منجي هيتجنن. اما اقول له يا ابني عمال تجيب الميه يا ابني برجلك وتخشي جوه على السجاجيد تاني، يا ابني يرضيك يرضيك. مش قادره يا مخلفه اللي مش عارفه البنات ومخلفه الصبيان. خلاص يا اختي راحت عليكي. الحمد لله الحمد لله. ومفيش راحه بقى اول ما بصوا اعمل البلكونه وانشر. ممكن اخش الاقي حاجه طبقين 3 كوبايتين 3 في الحوض عادي يعني مفيش مشكله. اهم حاجه عندي اخلص البلكونه وانشر عشان يبقى الجزء ده خلاص خلص يعني. والمطبخ الحمد لله اللهم لك الحمد برضو خلص. انزل بقى الترابيزه وامسح يعني يا جماعه مهم جدا ان انتوا تمسحوا السور وتمسحوا الحبال، لان السور بيبقى مليان تراب والحبال، فعشان الغسيل ما يتوسخش معاكي تاني حرام. طبعا انا بدخل الكراسي طول الوقت عشان خاطر منجي واقف فوقيهم ليل نهار. والله العظيم يا جماعه ما بيسيبش البلكونه، بخاف بس برضه هو بيغفلني عشان تكونوا عارفين، وبيطلع يقف فوق الترابيزه دي، فمش عارفه اعمل ايه. يا رب يسترها يا رب، ان شاء الله ربنا يسترها. على فكره انا قدامي هوي خالص يعني، ما فيش مثلا حواليا، ما فيش قدامي خالص يعني. في قدامي ارض كبيره 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 فاضيه يعني. فالحمد لله يعني واخده راحتي شويه، مش اللي هو في خرام اهيت المفروض اركب ستاره وهركبها برضو، بس ما فيش حد كشفني، مفيش حد كشفني، عشان كده ممكن تلاقيني واقفه بحريتي شويه عادي يعني. طبعا هبتدي انشر لما اخلص الغسيل بقى. والله يا جماعه تعبت قوي في الفيديو ده، بالله عليكم بالله عليكم كل واحده بتسمعني دلوقتي ولا كل حد بيتفرج على الفيديو دلوقتي يعمل لايك واشتراك للقناه بالله عليكم، عشان قسما بالله الفيديو ده طول اليوم. انا على فكره مسرعه حاجات كتير فيه، مسرعه ده روتين يوم بحاله ماشي. غير طبعا ان في حاجات انا مسرعاها، في حاجات انا ما صورتهاش. ف بالله عليكم بالله عليكم ما تنسوش اللايكات. ولو اول مره تشوفوني يوميات كف القمر اهو النبي، يوميات كف القمر، لايكات بقى وتعليقات يا عسل بقى ومش قادره اقول لكم يعني. الغريبه بقى لما انت تيجي تبقى عامل الاكل ماشي، وتلاقي الاولاد انت ما عملتيش محشي ليه، انت فاهمه ما عملتلناش ممبار ليه. طب انا يا ولاد اللذينه يا ولاد اللذينه يعني بعد التعب اللي انا فيه ده انتوا المفروض تقولوا لي يا مامي يا مامي يا حبيبه قلبنا انت ترتاحي يا بونبونيه، واحنا بقى ايه اللي نجيب لك الاكل لحد عندك او يقوموا يعملوا.
ما شاء الله طول الليل عمالين يعملوا بقى. طب ما بجملة يعني، وانا مش عارفة المفروض اريح يوم، اريح يوم والله يا جماعة. مش عارفة اقول ايه، مش عارفة اقول ايه يا جماعة. انا مظلومة في الحياة دي. انا العيال دي انا معرفش يعني مسلطين عليا ولا ايه. وكل يوم بغسل نفس الغسيل يعني، نفس السبت ده بيبقى كل يوم مليان كده على الاخر، كل يوم. فالروتين صعب والله يا جماعة، الروتين صعب. يلا يا اختي انتي وهي، والنبي يا اختي، النبي يا اختي. يا جماعة عايزة اقول لكم على حاجة والنبي بالله عليكم صحيح. عايزة اجيب زرع ان شاء الله، ان شاء الله هجيب زرع وهصور لكم برضو وانا بحط الزرع. بس انا بصراحه مش عارفه اجيب ايه احلى حاجه بتتحط في البلكونه. الزرع في. انا طول عمري على فكره بربي عصافير كناريا، بس بصراحه بتدهول قوي، بتدهول قوي، فانا مش حابه ان انا اجيبها المره دي. وبصراحه يعني ما بقاش فيا صحه ان انا اخدمهم واخدم العيال، وكل يوم بيوسخوا البلكونه. كل يوم البلكونه بتتنضف، بس هم حرفيا ال ال الاكل بتاعهم بيخش في رجل العيال، بيخش لحد يعني عايز اقول لكم لحد الاوض اللي احنا قاعدين فيها. فما ينفعش نهائي نهائي. وبعد عندي الاولاد ما بيتنضفش ما بيتنضفش يعني بعد العصافير وكده اهوت، فعادي بسيبهم. ومش عايزه اضايق الجيران، لان العصافير بعد ما بتاكل بتنفض الجناح بتاعها كده في الاكل، عشان خاطر ايه؟ اللي اسمه ايه، القش اللي بيطلع من الاكل، القش يا جماعه يطير. فهتبصوا تلاقيه بيطير على الناس اللي فوقيه اللي تحتيه واللي فوقيه والكلام ده. فانا مش حابه ان انا اضايق حد، يعني مش حابه ان شاء الله ان انا يعني اضايق حد او كده. طبعا انا خلصت بقى اهوت شويه الحاجات اللي انا نشرتهم، واخش بقى اوريكم هعمل ايه تاني. في مفاجآت كتير في الفيديو ده. تابعوني وخلوكي خلوا مين. انا مش عارفه ايه خلوكي دي. خليكوا معايا كده، ظبطناها. خليكوا معايا للاخر، وان شاء الله في مفاجآت حلوه كتير. فاللي يعرف نوع زرع كويس يقول لي يا جماعه عايزه اجيب زرع حلو، وعشان انا بصراحه بحب الزرع برضو قوي. بس بامانه يعني بقالي كتير من قبل ما اتجوز ما جبتوش، ما كانش من غيتي يعني، بس انا بحب شكله. بس مش من هواة الزرع. بس كل ما الواحد بقى بيكبر في السن بيحب الحاجات اللي هي ايه، تحسوا ان هي ايه، فيها من الطبيعة شوية. فعايزة اجيب زرع بصراحة يا جماعة. انا بقى اخد منجي يلا نخش جوه عشان اشوف بقية الوكسات اللي جوه مش قادرة اقول لكم على اليوم العصيب اللي انا قضيته في حياتي النهارده. ولسه بقى بكره كمان، بكره هفكر هعمل اكل ايه. كل يوم في الحيرة دي، كل يوم ساعات كده ببقى نفسي انزل اتمشى مع نفسي في هدوء، بس ما فيش وقت. بعد ما بخلص شغل البيت والله يا جماعة ببقى تعبانة قوي، بتعب جدا جدا، وبتقلب زي الحمار الجحش كده على السرير، ما بحسش بنفسي. بصوا بقى نخش، يلا يلا بينا. ورينا يا ست هاني ما تعملي ايه. دي قطعنا بصلايه حلوه مسمسمه زيكم كده، وفلفل الوان. تمام، تمام ولا مش تمام. بصوا بقى نحط عليها ايه.
يلا هاتي ورقة وقلم يا هانم، يلا وخدي الطريقة يا بنات اللي لسه متجوزة جديد وعايزة تاخد وصفة من خالتها ام زياد. دي بتاعت اللحمة، التوابل بتاعت اللحمة، ماشي. توابل اللحمة مش بمعلقة يا حبيبتي، اصل انا ايه، المعلقة دي اللي لسه متجوزة يا دوبك وبتعمل كميات صغيرة، انا واحدة يعني، انا بيت عيلة يعتبر، فبقى بحط بالكوباية كلها يعني، فاهمة؟ فاهمة يا قلبي؟ عشان بس ما تقوليش مفيش معلقة تعملي بيها. مرقة الدجاج يا جماعة مهمة جدا جدا جدا. انا عن نفسي بحب احطها في كل حاجة. هتقولوا بقى غلط، خطر على الصحة، لا بس انا بحبها، بحب احطها. وتحط شوية ملح وفلفل اسمر، وتحط شوية زيت، وتحطي شوية زيت. على فكرة دي سمنة بلدي بقى، اوعى وشك بقى والله العظيم، بس سمنة حلوة اوي يا جماعة، كانت جاية لي من البلد بصراحة، حلوة 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 حلوة. تحط معلقتين كده لوزاز زراف، ايوه هو ده هو ده، على رأي تامر حسني هو ده. هنقلب كل ده طبعا مع بعضه، نقلب التقليب. خلطة بقى عايزة اقول لكم، في ناس بتبشر طماطمتين معاها، انا بقى مش هبشر طماطم، هوريكم، هدوقها طعم الطماطم برضو، بس هوريكم بقى انا هعمل ايه. ماشي اللحميات، احط اللحمه بقى عليها، على الخلطه دي كلها. هخلط كل ده بقى مع بعضه. لو وصلش لحد هنا يا عسل ويا سكر ويا قمر ويا بونبونية، بعد اذنك يعني، بعد اذنك ممكن تكبيس اللايك يا اختي. هتقولي لي يعني ايه تكبيس يا خالتي؟ هقول لك يعني اللايك يا عيون قلبي. اديني لايك يا اختي، اديني والنبي لايك، والنبي يا اخويا اديني لايك. تتفرجوش على الوصفات بتاعتي كده يعني، وما تعملوليش كده لايك. عشان اوريكم اقسم بالله طريقه بقى، بصوا بصوا طريقه بقى تجنن تجنن. طبعا انا عماله اهرس فيها، اهرس فيها طبعا، عشان كنت حطاها في الفريزر، كنت جايبه اللحمه دي من امبارح وحطها في الفريزر فجمدت شويه. طبعا هسيبها تفك وتاخد وتدي بشكل ودي، تن ترارن تن تن. هسيبها بقى تفك واغسل ايديا عقبال لما هعمل حاجه تانية يا اختي. طلعت بقى قدام باب الشقه عشان اكنس، اصل انا يعني ايه، الجيران بقى ايه، انا كنت هجيب واحده بقى بصراحه بامانه الله، لقيتهم بيقولوا لي تجيبي ليه، اعملي قدامك، احنا مش هنجيب حد. طب انا هجيب واحده بقى وتقعد تدهول بقى تحت ولا كده اهو، ويقعدوا يقولوا لي بقى اصلي عملت، اصلي سوت، والكلام ده لا 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 لا. انا ما خدش في ايدي حاجه الحمد لله، لسه بكامل صحتي. يا رب كتر افراحنا يا رب، وادينا الصحه يا رب. فالحمد لله هخلص انا، هكنس السلم قدامي بس يعني، مش لحد يعني العمارة كلها لا،
يعني الادوار بتاعتي، يعني الدور بتاعي انا يا جماعه. والنبي شاطره، يا ريت الهدة دي كلها بتيجي بفايدة كده وتعملوا لي لايك والنبي، عشان ازعل أوي والله العظيم لو ما عملتوش لايك وحياة ربنا. بص هرمي نفسي من بير السلم ده وابقى شهيدة عدم اللايك. ولو و- ولو جم الملايكة كده سألوني اقول لهم اصل الناس ما عملتليش لايك. لايك والنبي يا اختي والنبي يا اخويا لايك. شايفين التراب؟ والله العظيم لسه عاملاه برضه والله يا جماعة من يومين، بس الاولاد طالعين نازلين ربنا يخلي. فب مش قادرة اقول لكم يعني الحمد لله. ما قعدتش النهارده والله يا جماعة، والله حرفيا النهارده ما قعدتش. اليوم كان صعب 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 جدا، صعب. ده غير ان في حاجات زي ما انا قلت لكم انا ما صورتهاش، يعني في حاجات كده بقى عشان ايه ما اخشش على البيت اللي تحتيه و... وانزل عندهم تراب، بس كده كده هكنس برضو عشان لو اتنطر عندهم حاجه كده ولا كده. بفهم في الذوق يا جماعه والله. وبعدين الحمد لله يعني الناس جيراني بامانه ناس محترمه جدا، قسما بالله ناس محترمه ومؤدبه، وما محبش ان انا اضايق حد. طبعا عماله بعمل بسرعه عشان ما يفتحوش ويلاقوني كده عماله. واحده تتعشم بقى وتقول لي لا اكنسي كمان بقى بالمره السلم كله، لا 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 لا. مفيش الكلام ده يا ماما، انا صحتي يا دوبك وقفت لحد الحته دي، لحد الحته دي. مفيش صحه والنبي والنبي يا ناس ما فيا صحه. يبقى بقى في الكويكلي كده، هي بدل ما اتكنست يبقى الحمد لله ما بتبقاش يعني مش نضيفه اوي. طبعا حتى معطر ريحته حلوه جدا جدا جدا، مش قادره اقول لك يعني. وبرضو بفكر ان شاء الله بمشيئة ربنا اجيب زرع كده قدام الباب. مفيش حد عندي قدام الباب يعني صراحة يعني جيران محترمة ومفيش حد اللي هو ممكن يعمل حاجة. ان شاء الله برضو ايه هجيب المشاية اللي هي الزرع دي اللي هي الحشيش دي، وهحط فيها زرع، وهصور لكم ان شاء الله الروتين ده يوم ما يجي. بس هو في دماغي، بس امتى بالظبط لا مش دلوقتي، اما اخلص المطبخ واخلص البلكونه. المطبخ والبلكونه ابدا من قدام باب الشقه. صح يا جماعه ولا ايه؟ لو انا بقول حاجه غلط يبقى قولوا لي لا انتي مش بتقولي الكلام صح. الحمد لله برضو خلصنا. تعبت والله يا جماعه اقسم بالله، تعبت 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 تعبت. انا كمان عايزه اقول لكم على حاجه يعني، انا في اوضتين عملتهم وما صورتش، لان الاولاد كانوا قاعدين في الاوضه والبنات. طبعا ما ينفعش ان انا اصور البنات، بنتي في ثانويه عامه فقاعده بتذاكر، فما كانش ينفع ان انا اطلعها بره عشان اصور ولا لا، سبتها وهي قاعده في الاوضه. ادعوا لها يا جماعه والنبي 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 والنبي، بالله عليكم لا تدعوا لها. فحبيت ان انا ايه، بص وصلنا لحد هنا بقى ماشي. اللحمه كانت فكت ورشدتها رشتين زيت تاني، وقعدت بقى اقلب جامد، كانت خلاص كلها بقى كده اندمجت في بعض وساحت. ان انا لما جبتها امبارح حطيتها في الفريزر. طب بصوا بقى يا جماعه، صلوا بينا على النبي. هتجيبي بقى طماطمتين تلاتة كده وتقطعي طرنشات زي ما انتوا شايفين، ماشي. حلو كده، حلو. بصوا بقى، هتقطعي حتت كبيره. هتقولي لي كبيره ليه؟ هقول لك عشان هي هتكش شويه، هتكش. ما تعمليش حتت صغيره هتبصي تلاقيها عامله زي البليه في ايه في بقك يعني بالظبط.
هعصجها كلها. تعمليها بقى كور، تعمليها طويلة كده زي ما انتوا شايفين. المهم ان انتي تعمليها بالطريقة اللي انتي تحبيها، يعني عادي فنني فنني زي ما انتي عايزة. انا بعمل مثلا جزء كده طويل كده، وجزء كور. الاولاد بتحب الاشكال. هتحطي بقى الطماطم ما بين ايه عشان ما يلزقوش في بعض، وكده كده هينزلوا الصوص بتاعهم، وهيتخلط يعني الريحة مش قادرة اقول لكم، والطعم هيتخلط مع بعضه. وفي ناس بتحب تاخد حتة الطماطم دي بتاكلها كده بعد ما بتخش الصينية دي الفرن، يعني براحتك خالص. في ناس بتحط قرون فلفل، بس انا عشان انا الدكتور منعني من الحراق. اه والله العظيم. من اللذينة، الدكتور منعني من الحراق خالص. والاولاد طبعا انا بخاف عليهم من الشطة، فما حطيتش شطة خالص. انا مفترية في الشطة جامد يعني. زياد واقف لي في الحتة دي وعمال يقول لي مش هتقضي، عايزين صينية تانية. قلت له هتقضي يا ولد، اسكت يا ولد. يحبوا ايه يقفوا جنبي كده وانا بعمل الاكل. يا ماما يا ماما والله العظيم ما هتقضي، اجيب لك صينية تانية. يا ابني اسكت، يا روحي اسكت. عصبني قوي في الحتة دي. كل ما اعمل واحدة يقول لي مش هتقضي مش هتقضي. كنت عايزة ارزعه بالبتاع في وشه كده، بس جت سليمة جت سليمة. واحدة تقول لي هتعملي ايه بقى مع الاكل ده يا خالتي ام زياد؟ هقولك انا هعمل مكرونة سباكيتي، وانا قلت في اول الحلقة. طب المكرونة السباكيتي دي هتعمليها بصلصة ولا بطماطم؟ هقولك لا يا خايبة، انا بعشقها بالطماطم. لكن ان انا اجيب صلصة كده آه بطرمانات واعملها بصلصة، لا لا لا. ممكن اخد معلقة او معلقتين احطهم في وسط الصلصة اللي انا عاملها، لكن ان هي تبقى صلصة كلها كده لا لا لا، متبقاش حلوة خالص خالص. على حاجة ان هتشوفوا الطريقة دلوقتي. الصلصة بتاعت الطماطم بتبقى خفيفة، بتاعت المكرونة بتبقى خفيفة كده وجميلة، فمش بتبقى متسبكة قوي او غامقة قوي، لا. طبعا عمالة ازنق عشان خاطر ايه يقضي، بس طبعا قبل ما بزنق بحط شرايح طماطم عشان خاطر ايه ما تلزقش. بس هي مش هتلزق ولا حاجة يعني ان شاء الله، بمشيئة ربنا هتشوفوا النتيجة ان شاء الله. اهي قضت ولا مش قضت يا عم زياد؟ قلت له قضت ولا مش قضت؟ ما تقعدش تخيلني على الفاضي. عمال يضحك بقى في الحته دي. اه والله العظيم. قلت له انا قلت لك اهو قضت ولا مش قضت. افتح الفرن بقى المفضل بتاعي، احطها فوق عشان تستوي على نوع، على زي الاغنيه بتاعت حنان، على نار هاديه. كل ما الحاجه تستوي على نار هاديه يا جماعه، كل ما تبقى حلوه. بصوا انا ولعتها ايه شوايه وتحت، تسخن الفرن كله، وهقفل الشوايه شويه. هنا بقى حضرنا الطماطم، كانت المية قطعت في الحتة دي. اه والله العظيم كنت لسه هكمل ايه الحلتين اللي تحت الحوض دول عشان خاطر ايه انا سايباهم يتنقعوا. لقيت المية قطعت بقى والله، بس الحمد لله ان انا كنت خلصت. اللهم لك الحمد، الحمد لله. قطعت بقى طبعا القوطة وعملت الشفشق. وهحط بقى الحلة على النار. والنبي يا اختي، والنبي لايك 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 لايك، بالله عليكي ما تنسي، وحياة النبي يا اختي والنبي لايك، وتعليق عسل كده زيك، وفيديوهاتي اللي قبل كده والنبي يا اختي والنبي بقى شجعوني كده تشجيع عمال، تشجيع عمال. هغني لكم بقى الموال بتاع العروسة الكبيرة كله، ولا اسمها ايه الليلة الكبيرة، مش عارفة ايه العروسة الكبيرة دي. الليلة الكبيرة ولا جالي زهايمر ولا على كبر ولا على صغر،
انا عارفة الايام ما يعلم بيها الا ربنا. أنا عمالة ادور على، عمالة الف حوالين نفسي ليه مش عارفة. بضرب بقى الخلاط اهو. هو شفشق حلو قوي قوي. ده بالنسبة لنا احنا، انا مش عارفة بقى بصراحة بالنسبة لكم انتوا، كل واحد يعمل المقدار اللي يريحه. ماشي. يلا صلوا بينا على النبي، صلوا بينا على النبي. ألف صلاة عليك يا نبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا عشان الفيشة محطوط فيها الفرن، فمش عارفة أولع الإشعال، فولعت بكبريت. بصوا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلصة بقى بسيطة جدا جدا جدا. في ناس بتقطع عليها بصل، وفي ناس بتعملها بتوم، بس أنا بعملها من غير كده ولا كده. وساعات بشتاق ان انا اعملها بتوم، ببصل، سوري، ببصل بتبقى حلوة على فكرة جدا. بس انا النهاردة لا، انا عملتها كده. هتحطي شوية الزيت، زيت بس، ما تحطيش سمنة ولا اي حاجة. انا سايبة الزيت يتقدح. اول لما اسخن بقى الزيت ويتقدح، هنزل بعصير طماطم، هنزل بعصير. طبعا بفتح المية عشان امصمص الخلاط، لقيته ما فيش مية بقى، زعلت قوي. رايحة جاية جاية رايحة، عمالة ابص على الكفتة بقى. هي بتنزل، بصوا يا جماعة نزلت مية ازاي، عشان كده ما سيبوها على نار هادية خالص. كده كده الصلصة لسه هتتسبك معايا، ولسه هعمل المكرونة، فمعايا موال. بس انا كده بقى قمت سلقت المكرونة، والمية جت. فضلت مذنباهم ساعة لحد ما المية جت. قلت لهم اصبروا بقى، مش كفاية اللي انتوا عاملين فيا. وعليا النعمة ونعمة ربي، انا عاملة حاجة دلوقتي اما المية تيجي. بس الحمد لله ما غابتش، الحمد لله، والحمد لله كنت مخلصة برضو. عمالة ايه، الدخان طالع وطالع على شاشة التليفون وملا المطبخ، ومش قادرة اقول لكم مدى الدخان اللي كنا عايشين فيه. حطيت الحلة تحتيها طبعا عشان خاطر اعرف اقلبه بايديا، ما تبقاش كده منها للحوض على طول. كده قلبت يا عسل يا عسل يا عسل يا عسل. اه يا بصل يا بصل يا بصل. هشطه في الحلة بس لان مفيهاش اي حاجة، وارجع احطها على النار تاني. بصوا بقى، بصوا بقى، بالله عليكم قبل ما الفيديو يخلص بسرعة بسرعة، يلا اعملوا اشتراك وتفعيل الجرس والنبي عسل. شايفين الصلصة بقى؟ والله العظيم يا بنت، المفروض ان انت تفتحي مطعم اصلا. انت خسارة 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 ان انت تبقى قناتك صغيرة كده، والله العظيم. يلا يا سكر، يلا يا سكر. هحط بقى ايه، شوية صلصة على قد ما اللي هياكل. انا سألتهم مين اللي هياكل، قالوا لي فلان وفلان. قلت لهم طيب. حطيت صلصة على قدهم فقط، وهحط برضو مكرونة على قدهم فقط. وكل اللي هيجوع هروح اجيب له هعمل له طازة كده واسخن له، عشان هو مش كتر، مش عارفة ايه وخلاص يعني. لو وصلت معايا لحد هنا يا جماعة متنسوش اللايك، بالله عليكم، بالله عليكم، بالله عليكم. وتعليق حلو
ومسمسم زيكم. لايكات بقى. هسيبها بقى تسخن وتتشرب منها كده سنة، هتتشرب اهو زي ما انتوا شايفين. لو اول مرة تشوفوني يوميات كف القمر، ببص بقى على الفرن، بصوا بقى احمرت ازاي من بره. مش حل بقى تخشوا جوه الفرن كده هتلاقوا بص مفاجآت مفاجآت. مش قادرة اقول لكم والله يا جماعة، مش قادرة. هسيبها تتحمر على لما اغرف بس المنظر، لا 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 لا، خسارة في البلد يا جماعة. نفسي افتح مطعم والله العظيم. يوم ما افتح مطعم هعمل وجبات كل اسبوع ببلاش والله مني ليكوا بس. يا رب يا رب. طبعا انا سايبه المكرونه بتتصلص كده وبتبقى عسل اهي، شربت منها كده وبقت جميله خالص اهي. وهوبا رجعنا ليكو. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هغرف بقى عشان الولد ايه واقف لي بقى، انا جعان انا عايز اكل. قلت له يا ابني اصبر. حطيت معلقه صلصه تاني عشان حسيت اني مش محمره قوي، حطيت معلقه صلصه تاني. بصوا بقى المنظر، بصوا بصوا الشوكة تبقى وقعت، كنت جبت واحدة غيرها يعني على طول الحمد لله. لا منظر يجنن، منظر يجنن وسهلة جدا، وكانت اسهل حاجة ان انا اعملها النهاردة. ما كانش ينفع ان انا اعمل اي حاجة بصراحة غيرها. الاكل يعني ايه لما بعمل حاجات بسيطة بتبقى الاولاد ايه بتجوع كل شوية، كل شوية تلاقيهم بيجوعوا. بس دي بت... بتقعد شوية يعني معاهم. طبعا بتحط عليها بصل كتير، فبتديكي يعني مش ضعف الكمية، يعني بتديكي كمية أكبر. وأنا مقطعة طبعا الفلفل الألوان. خلاص كده الحمد لله خلصنا. فبتيجي بقى أطلعها. شايفين المنظر؟ قسما بالله العظيم حرفيا كان طعمها حلو جدا جدا جدا. بصراحة أنا كنت جايبها أصلا عشان أعمل حواوشي، بس قلت لهم بقول لكم ايه، انا هعمل لكم اكل حلو. المحشي الحواوشي عايز دربكه وشويه وهتجوعوا. قالوا لي طب فنني لنا بقى انتوا. هي ما فيهاش تفنين جامد يعني، بس بصراحه كانت اكله حلوه قوي والله العظيم. اهي بص ماسكه نفسها ازاي، شايفين؟ شايفين؟ اهي والطويله برضو هي ماسكه نفسها، بس كشت شويه زي ما انا قلت لكم، كشت شويه اهو يا جماعه. مفيش بعد كده ولا احلى من كده ولا اطعم من كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ايه رأيك بقى في الاكل يا منجي؟ حط لايك حط لايك. منجي بيقول لكم حطوا لايك حطوا لايك. الاكل كان حلو. خلاص يا انا عاملاه علشانك انت يا حبي. ماما ايه يا عمري؟ جعان والله يا ام لسه في يا عمري، حاضر هقوم احط لك حالا. يلا يا جماعه حطوا لايك حطوا لايك حطوا لايك حطوا لايك، واستنوني في فيديو تاني ان شاء الله هعمل لكم فيديو حلو 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 حلو. ما تنسوش الاشتراك، ما تنسوش المتابعة، اللايك، ما تنسوش المتابعة، ما تنسوش تفعيل الجرس، ما تنسوش دعوة حلوة لو عجبكم الفيديو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حط لايك بسرعة.